هاي تدولوا يا جماعة، هاي تدولوا بالله عليكم. عزوانا لا يدولوا يا صالح أبشر. الو هاي تدولوا يا جماعة، اكتفوا مثلا تدول ده. حبيبي السورايا ابشر دمسلهم دمس الحوكاء والوم بس قراروا منكم ابشروا اللي هناك عمو موسى البطل لسه على قرب الواديان اللي هنا قصب بيوت اللي هنا ابشروا عندنا في الحول كم تأكل يوم ده لهم كوف كوفي لما كسر كوسينو حاولون طبيبو قولن لو متعودين الله وانت بهالي بي وطن يا ابو بوري تعجبك وطي بلا الله تقرا حنت تقرا اللي انا حنت تقرا تقرا حنت ابيلو مساخ الله تقرا حنتي من يودا من تو تقرا حنتنا عبد العزيز مرانت اللي انا تبل هو لا قبر ترى عبد العزيز مرانت تبل الله نعم عبد العزيز مرانت بلوت ستايت بالابزلانات كان مرانت عبد العزيز مرانت برافو اللي انا تبل اللي انا هو اللي انا تمام اللي انا 100 هاي كيلو سالت حدا برافو ادريس محمد علي صباح جر ادريس محمد علي فتح النجم يا ناصر يا وسع
لا لا دي ايقونة عبيطة دي ايقونة لا يكون نادي محمد العزيز لينا اجل الحصان يوبا خلاص لا بيكون عيننا الجبودة وما شير ابشر تاقعي فعلا محمد علو قيام اجو خناتيتات كما كنت نركب زيان صبونير استمتعونا بشتات السيارة ناس يا لا لا يا
اللينا قبر حنتي ناي فرا سلام هاي مو مكان فرا سلام لازم سكركم ابشر عمو موسى هذا يوم التاريخ إيه. كويس عمو موسى تبقى قدام كواي كل لو متعودنا الله كل ابشر تو حفتنا يا وانا بسيط هنا ناتنا يسمعوا يمزلوا ابنيو يسمعوا له وشتي اتينا يو اسر عمو موسى ابشر لا تشكرني يا عمو موسى تبطل يا موسى عمو موسى الغالي تعودنا الزمنا عمو موسى الغالي تسلم حبيبي تسلم انت الاحسن عمو موسى كان مغل كاس عجو قلي مرض حكوني لو يجرأوا اليوم اللي كان عندهم تنكر هيك نفس اللي اتصل هذا عمو موسى تعبونا باتصال عمو موسى كتاب كلهم اللي فهموه تعبونا عمو موسى احنا قلنا استمتعوا كم تعودنا اليوم لكن اللي قفت الاتصالات ما يلقى والله مسفرستهم جنودنا بديرتهم ايوه الناس فارس اللي تروى قرطات راهو زي ما طاو موتو نحنا حتى يفرن برا بالفوق كمان يرو تعودنا لهم شير عم موسى شير ملو يقدر بصرنوها كايف الشير كم تعرف يا بانديرا جر ابشر جا عاودنا هنا ساقينا حجزها طايره ابشروا شرطات مال الوارد كلها البنات لقفها شرطه الزبط او ماكينتهم كلها بابا ونعم موسى اليوم الليكه اين المفر ودواء
لكن ما فرم الرب قل مصاب أبشر صالح يوم يرقص كم يجيب مدوق ترقص قطعته لو ما حد ولا رجاله ولا يهمك أنا اللي هنا بس قطعته أنت بس تقطعته كم مصاقة تقطعته بلولو أبشر حبيبي أبشر ولا يهمك عمو موسى سلم عليك تحياتي لك يا عمو موسى روبي لو مطلق قريب ومسكينة عرفتين ما تقوم منا لهم الله يعني أجوهم الحسام فارس يا قلت على عمو موسى قاعد يسلم عليه انا صار عمو موسى اللي فارس عمو موسى سلام عمو يندعاوي ترايو بطع سلامك عمو موسى الحبيب أبشر منصور عمو موسى سلم لي عمو موسى السلام عليكم عمك موسى كيف ان شاء الله تمام اخبارك وسعد اللي منصور تفارسته والله قال لك يا بلا عمو موسى ايوه والله يوم صار جمعنا عمو موسى بس احنا يعني قلمي يعني حقنا قله تامر احنا دي يعني كم سب وطن الابنا يعني شتاتنا دي بالعالم لازم يعني وطن بنا ولازم يعني حقنا شهدانا قله تامر يوم باطرة من لنا دي باللي وتعودنا ديبو يعني وتعودنا ديبو نتعود ان شاء الله كنا نتعود في النهايه وقربنا لنا ان شاء الله وامور ان شاء الله يعني ربي يسهلها ان شاء الله تسلم حبيبي ان شاء الله وفرصه سعيده يا حبيبي وان شاء الله نتواصل حبيبي عمو موسى سلم عليك واسع سلامك عمو موسى حبيبي واصل تواصل يقدف موتو انت تتاجي لا الحسان سرور وتلاقي فارس زين بابا هو ابوه وعائلته فاهم مسلم لبر انا قلت لنا الى وارش كما انا في دوري بقاسو وصلتم جماعه سبوا بينيت بالله انت تجيب لهم كلام تعال أتي هذا الكعك لا أقول هذه فريمتي كم يأخذ كارثة ناجي لهم معك فوا أنا بعدي عندما يبزل زعزي بوتها سسات هزبي تعمل زحوق تعمي بزح من إسي بزح أكل نايتي زلو شكرنا عندنا أبزل بسات المخالو تعمل حقوسي بس معك إحنا إرتراوين إحنا حملنا إرترا نقفنا عبينا ساتهم نا فاكيشن بوتها إرترا نعوم نحنا كن عندنا إرترا إرترا نزارب لنا إحنا سو ما يكونوا ساتهم أبكار ناتهم نا فاكيشن عاد غيرهم اليوم زاربوا اليوم تعبان إرترا تقدسنا إحنا ناس الذي توم إرترا تقدسنا كابنا تعمل تعاون يغني دانكشن هذا كمان حونا هم بس حونا يزعل لو من حزنا مطيع وبزيا أجيك قالك هالكاس معكم قبل يوم تعالستي مطارات بعد معلش اقدر تريكا حدا نقرأ هذا تقدر عجي أبو حدا أجيب له وين عبدي عتراش أجيب له كسر عجي رانا يوم كذا بشو عد شو من تدخل من سير كما ها yang buat ini تروبي لي دوما تروبي هو هذا هذا على غير anyway لا دي كونفرنس هاي من ساعات البحث وكان من ساعات من بعد راهي بقولهم تاريخ هاي من كبابي
كاب 7 و 7 أنا بزعباتان أنستي حتى قاد اللي الله بزعبان أنستي زين أركتوت ينو حجي أدم ثلاثة بيتزخونوا ميتهم 4 سبات رايو بيتهم ترحيبوا زلوا صار حجي بزعباتي سب دام تقولوا دكنا بس زعبيان بزي بزعبا منقستي قالت تقبلن ديان نكمتين السياسة بقفاز الله بكمية رينزنسي هذا أقرنا بودقات أتي هذا أقرنا بعالم الثالثين ينزل الله بزعبا زي أنقله حبريتك الخطاب هو أنا بتعني كم عدسات وليدين هذا قلعي عديان لوان ناي محسن ناي جريت يبلن أب كولوني أبي يبلن الله زي أبي كولوني يبلن كذا ما كولوني ناي أبي حتى نلو أبي يبلن له أب كولون أب جرماني أب كولوني أب كولوني كوين نور ساين وسبالن بهاد ويكاب نمور تاوع معرض جرمن بهاد بزعبة زين ناي عدسات اللي خايس أجلس لما بقول يبلن اللي خاين بزين حلفها ما خلا إيدين بوصلنا شيء إذا مليشيات كا بعضهم يعلن لبيهم ننبع علىهم يدفون دحان يلوم مع عادوا مسرعوا وأنا بتعمل شم بدين بهل الناس نبي جزيل خيرهم من يضحكوا له بعدين إحنا هيك بهل وجلة تيجي نايتي بهلنا مبراس ويكا نتي بهلنا حقيقو دخيدو لو وي كمدي بحقوقو دخيدو لو بارتي مخانو تري مالتيو اتيوم ابوتات ون كابو دي زي فله ناي حما ويكا ناي مصراف تكبرات كوتين كلو مزمن سيار مسدوقوم دقدوقوم يوم دقوم يوم كاخن بلاي نخن دقدوقوم يوم عبدولو كل قادر يقول هذه بمن اسي تراي تخاوي بدولو هذه سي عبيتي ابوتاتس دغ صوريم وحداتي ازي ابزي زلو ديمقراطي كبلون كله ازي زعبي ولدخا ويكا يوم ابزي زلو تاعنا في حاله تاريخيه ويكا في ادراج تاريخيه اتيوم زعبي يكونسو بانصارو ግን እቲ ያተሐሳስባ እቲ መንሰይ ይፈትሕ ይخدم كله እቲ መንሰይ عربت بلان اللي كان عرب حزيا عرب كاي ليت تل عرب تاج خلاص بقول له حبيبي دانكشن بينا نحن هنا من اجل الديمقراطيه ومن اجل السلام ومن اجل المحبه ومن اجل الشعوب يعني الناس عشان تعيش في سلام وفي امان مع بعض فهنا نشوف يعني الناس بتجي بتقول نحن والله جايين من بعيد وجايين من أتبع الشيء بيجوا بينضموا مع سياسة فورقي بيجوا ينضموا مع سياسة فورقي هذا النظام الجاحد القاتل شعبه صح أنا داير أسألك حسي عن النسوان اللي دخلوا هنا كلهم كبار السن وبعدين أولاد صغار ما دخلوا معاهم وده الروبيل جاء من هولندا عشان يعمل كونفرنس بتاع شباب هذا إيش تقول فيه الروبيل هذا أنا حيوان ذاته شرف عنده حيوان ما نقول له هذا يعني هؤلاء النسوة أغلبيتهن من تابعين للشعبية وغير كده عندهم بيوت وعندهم أراضي لأنه ما بيقدروا يعملوا أي حاجة يعني إذا وقفوا مع الشعب وقفوا ضد النظام وقفوا ضد الديمقراطية فهنا ضد الدكتاتورية هنا حيقولوا مثلا حيشيلوا بيوتهم وحيشيلوا أراضيهم وحيشيلوا وبيعلموا أولادهم حب النظام لأن أولادهم أساسا هم ما عارفين حاجة أولادهم جابت طائرات ونصهم قاعدين يتولدوا هنا وما عارفين النظام بيعاني من الشعب ما مش ذاته إريتريا ما بيعرفوا إريتريا وما عارفين الشعب بيعاني كيف الشعب تعبان عينه طالع الشعب منتهك حقوقه من كل الإنسانية الشعب لا بد أن يقف وقفة واحدة ضد هذا النظام داير أسألك سؤال كمان نحن حسي لما تشوف هذا كلهم كلها تقريبا هو قلنا حقيقة يعني الناس القليلين ديل الموجودين اللي ينطقوا العربية أو التجرية أو كده يعني لإيش نحن لإيش رجعنا من وراء والناس ديل واقفين في كل شيء حتى لو شفنا كمان الناس ديل مع هيقدف ومعانا حسي أنا داير أقول الجماعة حقنا اللي هامة بيها الدنيا وين مشوا ديل أنا في أصحابي في ديسلدورف كتار لما قلت لهم يا جماعة كده في بكرة تمشوا قال لي واحد يا أخي أنت ما عندك برنامج قال ما عندك موضوع الكلام ده أساسا هو جابوا شنو جابوا هنا في التفرقة بعدين في ناس كتار بيقولوا نحن تابعين النظام ضد النظام وبيجوا شغالين مع المعارضة لتفريق الشعب لتفريق الوحدة لتفريق بين الدين والقبائل والجهوية يعني الناس مفروض يعني تتلف على الحاجة دي
وتهتم بها على اساس انه تجي تعمل وحده وحده في كل المقاييس من ناحيه لا عرقيه ولا دينيه تمام. ولا قبائل. في نفس السؤال في نفس الجواب حد داير اسالك ناس حسي جابتها كولوكزاي وسرايا وسرحيت والى اخره، وحقنا كمان فيها قبائل، هذا سيهاو هذا المدى هذا اسفده هذا ما اعرف هذا كده، هذا ديل تقول لهم شنو الجماعه ديل؟ اذا نحن لو اتحدنا والله العظيم دقيقه وثانيه ده نظام العمل اشتغل فيه قرابه 30 سنه ايام النضال، وحسن شغال قرابه كم 20 سنه بعد التحرير، 27 سنه ولا 28 سنه في تحرير اريتريا. النظام ده اشتغل قرابه 47 سنه لتفريق الشعب الاريتري، انت على قلقزاي، انت سرايا، انت حماسين، انت بني عامر، انت ساهو، انت عفر، انت كنامه، انت ناره. لا، نحن شعب 9 قوميه كلنا واحد، شعب واحد، لا يفرقنا الدين، لا يفرقنا الدين ولا يفرقنا اللون ولا يفرقنا ولا كما تفرقنا. قال الله تعالى الآية الكريمة تقول يعني إن الله يأمرك، الآية جدا أنا نسيت أحسن على المهم. فهو طبعا ففي حاجة أنا دار أقول حاجة واحدة، الإنسان ربنا كلنا خلقنا واحد، نعم، كلنا مسلمين بالفطرة. وقال الآية جبت حسن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جعلناكم شعوبا وقبائل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وإن أكرمكم عند الله إن الله عليم بصير. فهنا أنا دار أقول حاجة واحدة، رسالة أخيرة للشعب الإريتري. نعم، والله كلنا في إريتريا لو اتحدنا، مسلم على مسيحي على كنامة على نار على ساهو على ده، والله النظام ده ما يبعد ولا يجي. لكن هم جايبين التفرقة دي، ويا جماعة عملوا حسابكم من التفرقة. واحد قاعد يقول لك الجماعة ديل أضربوهم، قاعد يقول هو عايش فين ما عارف، بس قاعد يقول أضربوهم. كيف الجواب حقك؟ الضرب يا جماعة نحن يعني شايفين العساكر قدامكم. بلد القانون انت ما موجود في اريتريا يا حبيبنا اللي تقول اضربهم. لا نحن قاعدين ديل العساكر انتم شايفينهم، فما ممكن نقدم نتهجم العساكر دي اساسا نضرب الناس دي. يعني الناس دي حيقوموا يعني يستعملوا معنا العنف، ونحن ادونا التصريح اساس انه تكون مظاهره سلميه ونوقف هذه الاجتماعات الغازره التابعه لسياسه فورقي وتمويل الشعب الاريتري. فهنا نحن دار نقول حاجه انا للختام يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس زين اي زول كان مسلم ولا مسيحي خلقوا بالفطره. نحن فطرتنا مسلمين واخواننا فطرتهم غير مسيحيين، وفي ناس اخواننا فطرتهم غير الديانه المسيحيه، وفينا الاسود وفينا الابيض وفينا لا عربي على عجمي الا بالتقوى. والدين الدين المسيحي دين جميل، 4 كتاب عندنا، فرقان وزبور وانجيل وتوراة، كل الاديان واحد بتاع عيسى حقهم انجيل، او كل الاديان موجوده يعني. نعم. كل الاديان عندنا، نحن بنحترم كل الاديان، كان مسلم ولا كان مسيحي ولا كان حتى لو شفتها كمان نحن سياسه فورقي ما كنا نسلك العسكريه هنا، لكن اساسا فورقي اساسا هو لا دين له، لا دين له. إذا كان عنده دين الزول ده، الزول ده كان عنده دين ولا عنده رحمة ما كان شر الشعب. نعم. وما كان مئات الناس ماتوا في سيناء، وما كان مئات الناس ماتوا في البحر، وما كان يعني زول لا عنده رحمة ولا يمس بشيء من إريتريا. فنحن أنا الكلمة الأخيرة اللي أقولها يعني ما يمثلنا سياسة، ما بيمثل ولا هو إريتري ذاته. هو كان إريتري ما كان بيعمل العمايل دي في الشعب. نعم. فيا الشعب الإريتري ما تخدعوا في سياسة فورقي، وأقفوا ضد النظام وقاوموا حتى يسقط هذا النظام. وأنا أقول للجنرالات وللضباط الصف ولجهاز الأمن علي ما لقينا فارس واحد زي وجهاز الأمن الإريتري رجل. يا جماعة هل أنتم رجال؟ هل أنتم رجال؟ النظام ده شيلوا برا من غير سفك دماء. كل الناس القايدين ان النظام ده ما اكثر من 10 أنفار. شيلوا النظام ده برا عشان الشعب يعيش في امن وامان. شيلوا النظام ده عشان الناس تعيش في امن وامان والواحد يرجع بلده. احنا بقينا ناس نحن يعني المشكله هنا في قاعدين في مشتتين في اي محل. امهاتنا وابهاتنا واخواننا واخواتنا كلهم قاعدين هناك من غير يعني الرجال فوق البيت كله حريم. هذا نظام قذر.
فنسأل المولى عز وجل كل الإخوة مسيحي على مسلم على كنام على نار على ساهو على عفر على تقرينيا على تقري الناس تتحد والكلمة الواحدة اللي أقولها الرئيس عبد الكريم الرئيس عبد الكريم ناصر قاعد يقول يجب احترام القانون والدولة والسلام عليكم. يا حبيبنا نحن نعرف القانون وأنت رئيسنا إذا بقيت كمان يعني نحن بنحترمك ونحترم أي شعب، لكن احنا ما نفرق بين المسيحي والمسلم، كلنا إخوة قاعد أقول أنا. وجزاك الله خير على الكلام الحلو، وشكرا لك يا الرئيس عبد الكريم ناصر. في النهاية بس نحن نحترم ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو خلق الأمة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تسلم حبيبي، جزاك الله خير. شكرا. كلام مقنع. منصور كلمة عم موسى قال كلمة منك. أهلا وسهلا عمنا موسى، وأهلا وسهلا بالشباب اللي معاك. اليوم المظاهرة كان ناجحة جدا، في حضور كبير من الشباب دولي مؤثر وصل الرسالة بتاعه بوضوح. وبالنسبة للاحتفال بتاعهم تأكدوا تماما إنه الحضور كان ضعيف جدا، معظمهم كانوا نسوان كبار في السن، يعني ما كده تقدر تقول إنه كان عنده حضور شعبي ولا كلام من النوع ده. بالعكس الحضور بتاع المظاهرة كان أقوى أكثر عددا، ممكن تكون تابعتهم من خلال الفيديو، كلهم شباب أو نسبة كبيرة منهم شباب. أدينا الرسالة وصلنا عملنا تماما. ومتأكدين إن المظاهرة بتاع اليوم ده حتتسبب في إنه الناس الثانية ما حيصدقوا لهم في القاعة دي بالتحديد للاجتماع ولا الاحتفال ولا غيره، وبالطريقة دي احنا حنطاردهم في أي حتة يعملوا فيها احتفال، حنجي نظاهر قدام الاحتفال وحنسبب لهم في مشاكل مع الجهات اللي قاعد تديهم الترخيص بتاع القاعة. علشان في أي حتة لما يعدموا قاعة ما حيحتفلوا، بالتالي حينعدوا من هنا. وكل ما تمر مظاهرة كل ما تمر فترة في ناس قاعد تطلع من الهدف وقاعد تنضم لطلاب العدالة والشباب. بهذا الروبيل ايش قاعد تقول؟ الروبيل جاي هنا عشان يعمل كونفرنس بتاع الشباب. وين عند الشباب؟ الناس كلها اللي دخلوا اللي شفناهم على 20 ما في شباب، كلهم رجال كبار، هم ناس كبار في السن، نساء، المساكين ربات أسر أكيد يكونوا ظالمينهم، يكونوا مطلوبينهم، يكونوا جايبينهم بالغصب. يعني الناس دي ما في شباب، عشان ما يقولوا إنه انت اماكن كثيره مشيت، وفرانكفورت كنت فيها، لما تقارن فرانكفورت وهذا كيف كان؟ انا اعتقد انه المظاهره اليوم في كولن كان انجح من مظاهره فرانكفورت. اول الشباب في كولن لقوا فرصه مساحه بتاع زمن كثيره، قدروا يبلغوا شبابهم بدري. معظم الشباب جايين من مدن ثانيه خارج مدينه كولن، والمساله دي ساعدت كثير في الحشد بتاع الشباب. المساله الثانيه الحضور بتاع الشباب